خوتي المغاربه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم اوزاد ماروك. كنشكركم كيف العاده على الدعم ديالكم، ما تنساوش ديروا جيم باش تدعموا القناه، الله يحفظكم. الحلقه ديال هذا اليوم: المغرب يقضي على احلام الجزائر عسكريا ورياضيا. أمريكا تؤكد للعالم حليفها الاستراتيجي في المنطقة، والجزائر لن تنظم كان 2025 ولا كان 2027، وكل شيء هذا الشيء بسبب المملكة المغربية الشريفة. وهنا عندنا واحد الأسد مغربي اللي هو السلقجع في الكاف اللي هلك الجزائر بالمعقول. من كنا كنقولوا عند هاد الناس بأن العقوبات ديال الكاف راه غادي تجي حيت ما احترمتوش الموقف المغربي وما احترمتوش القوانين الدولية، وخلطوا الرياضة بالسياسة وبلعتوا المجال الجوي على الطائرة المغربية باش ما يشاركش المنتخب الوطني في الشان قريحة اللي داروه في الجزائر. قال لك لا، احنا عندنا السياده، وحنا رحنا ضربنا المروك، وحنا المروك ما غاديش يشارك، وحنا غادي نديو الشان، وحنا كذا وحنا كذا. يعني من خلطوا السياسه بالرياضه هما العقوبات بداو كيطيحوا. ودابا الكاف حرمت الجزائر من تنظيم الكان 2025 ولا 2027، وهذا الاول ديال العقوبات، حيت مازال عقوبات اخرى اللي غادي تجي من بعد، حيت مازال واحد الملف راه في المحكمة الرياضية ديال ستاس. من كانوا سبوا المغاربة، ومين كانوا سبوا المغاربة وكيقولوا المروكي حيوان عطيو له البنان، وزيد عليها القضية ديال الحفيد ديال المونديلا اللي جا وبدا كيهاجم المغرب وكيهدد المغرب بالإرهاب داخل الملعب اللي كانوا منظمين فيه هاد الشان اللي داروا. دابا أمريكا تؤكد للعالم بأن المغرب حليفها الاستراتيجي خارج الناتو، وهو الحليف الاستراتيجي في المنطقة، وبأن الدعم الكامل من المملكة الكامل من الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة المغربية الشريفة. حصول المغرب على أنظمة عسكرية متقدمة اللي تكلمنا عليها البارح، هذاك الأنظمة اللي هي الهيمارس اللي ورات الجودة ديالها، ورات التكنولوجيا ديالها في الحرب ديال أوكرانيا اللي هلكت بالمعقول الجيش الروسي من استعملوا هذا السيستم هيمارس تما. يعني هنايا رسالة من البيت الأبيض للعالم، وهنا كتأكد للعالم بأن المغرب حليف استراتيجي، وبأن أمريكا تدعم المغرب دائما وخصوصا عسكريا. هنا المغرب كيف تكلمنا شرى 18 جامات هيمارس اللي هي جد متطورة، اللي هي طويل المدى. يعني المغرب دابا القضية ديالو لا كانت شي حرب شاملة مع الكبرانات، يعني هنايا غادي يكون تدمير يعني داخل الأراضي الجزائرية بدون شك. يعني هذه الأنظمة هذه إلا الحلفاء ديال أمريكا الصحاح اللي كيكونوا عندهم هما الناس ديال حلف الناتو، وكاين جوج دول اللي حصلوا على هذه الأنظمة هذه خارج الناتو، وهي كوريا الجنوبية والمملكة المغربية الشريفة، اللي غادي تكون أول دولة في إفريقيا اللي عندها هذه الأنظمة هذه الجد متطورة. هنا إن حصول المغرب على نظام هيمارس المجهز بصواريخ تكتيكية من نوع أتاكامس والقنابل المجنحة بعيدة المدى من نوع جيسو AGM 154 سي هي رسالة واضحة للعالم بأسره ولأعداء وحدتنا الترابية بأن المغرب حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه العلاقات الاستراتيجية ليست وليدة اللحظة، بل لها جذور عبر التاريخ، دون أن ننسى بأن المملكة المغربية الشريفة هي أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1777. كذلك هنايا علاش عطاو هذه الأنظمة هذه؟
اولا عندنا واحد الاتفاق ديال التعاون العسكري مع امريكا، اتفاق ما بين 2020 حتى 2030، يعني 10 سنين ديال التعاون العسكري جد متقدم مع الولايات المتحده الامريكيه. يعني هاد الانظمه، هاد الرجمات الصواريخ الجد متطوره طويل المدى اللي غادي يحصل عليها المغرب بالصواريخ الفتاكه، يعني هذا ميساج لعند الكبرانات. يعني المغرب دابا لا بغى يرجع حتى الصحراء الشرقيه ديالو، راه ممكن يرجع الصحراء الشرقيه ديالو، ولا كان شي حرب راه غادي يدخل غادي يدمر كل شيء على طريقه. نزيدوا على هذا الشيء بان كذلك داك القنبله جيسو، يعني واحد الصاروخ اللي يقدروا يستعملوه القوات المسلحه الملكيه في الطائرات F-16 الجد متطوره اللي حصل عليها المغرب، يعني الاف 16 فايبر. يعني هذه القنبله كيف قلت لكم يعني تيليغيدي، ولكن عندها واحد المسافه، يعني كتضرب الاهداف على مده 130 كيلومتر. يعني هذا الشيء جد متطور. يعني الرادارات اللي كاينين في هذا الاف 16 اللي حصل عليها المغرب هي جد متطوره، يعني كتشوف العدو على مده 400 كيلومتر. 400 كيلومتر يعني الطائر المغربي كيكون كيشوف العدو على 400 كيلومتر، بان راه كاينه طائره عدوه قدامه على مسافه 400 كيلومتر، ولكن غير كتوصل لواحد المده ديال 130 كيلومتر يقدر يضرب هذه القنبله هذه يعني 130 كيلومتر بعيد عليها. يعني رحنا عارفين الرادارات اللي عند الكبرانات في داك السوكوي اللي عندهم وداك الميغ اللي عندهم، يعني ما كيشوفوش عميين. يعني الطائر الجزائري اذا كان جاي بهجوم على المملكه المغربيه، يعني الطائر المغربي 130 كيلومتر قبل هو ما يوصل ولا يجي يضرب ولا شي حاجه، يعني المغرب غادي يصيفط له صاروخ في السماء، ما غادي يشوف حتى شي حاجه حتى يتفرقع في السماء بوحدو، تيشوف الصاروخ جاي عنده صافي فرقعو. يعني ما غادي يشوف طياره، ما غادي يشوف شي حاجه، يعني في اخر لحظه غادي يشوف الصاروخ جاي وغادي يفرقعو. يعني هذا الشيء راه اسلحه جد متطوره. هنا هاد الرجامات هادو، يعني علاش امريكا عطات هذا الشيء؟ لان المغرب كتاكد للعالم بان المغرب حليف استراتيجي في المنطقه، بان المغرب هو اللي كيسعى لعند الاستقرار الامني ديال المنطقه، يعني محاربه الارهاب، يعني هذا الشيء كامل. وهنا كنشوفوا بان الجزائر الكبرانات هما مورطين في الارهاب. كنشوفوا هنا الخريطه ديال الجماعات الارهابيه، كل شيء على الحدود الجزائريه. كنشوفوا هنا انصار الشريعه، يعني هنايا في شمال ليبيا وجنوب تونس. كنشوفوا كذلك هنايا هذه المنطقه هذه اللي كتسمى لا بازاريير، يعني هنا من كيهربوا كيجيو يتخبعوا هنا في الحدود الليبيه الجزائريه. يعني الجزائر دائما عندها علاقات مع الارهاب. كنشوفوا هنا القاعده في المغرب العربي، يعني هنايا كتسمى في الجنوب الجزائري كامل. يعني من كتوصل هنا لعند الحدود المغربيه راحنا عارفين بان البوليزاريو راه مورط تما. يعني هنا كان واحد الزعيم ديال هاد القاعده اللي قتلته فرنسا، هو كان من اصول من المخيمات ديال تندوف، يعني من البوليزاريو، ابو وليد الصحراوي. واخا يعني الكبرانات مورطين تما. كنشوفوا كذلك هنايا في شمال مالي من كنشوفوا هنايا انصار الدين وداك الموجاو، وكذلك يعني كاع هذا الشيء قريبا على الحدود الجزائريه. يعني يد الكبرانات مورطه في القضيه ديال الارهاب في المنطقه، يعني عندها علاقات قويه في المنطقه. وهنا المغرب هو الحليف الاستراتيجي ديال امريكا، وامريكا اختارته باش يكون هو كي سميتو اللي غادي يدير الكارونتي يعني على الاستقرار ديال المنطقه، ولهذا كيخصو يكون عنده واحد الاسلحه جد متطوره. كذلك كنشوفوا بان علاش امريكا كذلك اختارت المغرب، بان شفت بان الحضور ديال الفاغنر ميليشيات ديال روسيا يعني
كتدخل بقوه لعند القاره الافريقيه. وهنا كاين واحد المنطقه اللي كيخصنا نحافظوا عليها، يعني المصالح المغربيه الامريكيه اللي كاينه تما قويه، وحنا عارفين المغرب اقتصاديا عنده اليد كبيره في غرب افريقيا. وهنا ملي كنشوفوا بان كاين 1000 مرتزق ديال فاغنر اللي كاين في مالي وفي غيني بيساو، يعني ها هما بداو كيدخلوا هنا. ولكن البوابه الكبيره كيف كيقول هذا التقرير الامريكي، بين البوابه الكبيره وهي الجزائر، هي الجزائر اللي كتساعد الفاغنر باش تدخل لعند هاد المناطق هادو وترون القضيه في الساحل، منطقه الساحل. وهنا كاين مصالح كبرى ديال المملكه المغربيه مع امريكا تما. كذلك هنا كنشوفوا بان في هذا الشهر هذا جات زياره ديال مدير وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه يزور المغرب ويتلاقى بالحموشي. يعني هنايا ملي كنشوفوا المغرب القوه ديالو في المخابرات ومحاربه الارهاب، ويعني هنايا الامن ديال المنطقه والامن ديال الغربيين ديال اوروبا، يعني هنايا المغرب كيلعب واحد الدور كبير، واحد الدور كبير، يعني باش وصل لهاد الدرجه هذه، يعني واحد المخابرات قويه اللي عنده من احسن المخابرات في العالم. يعني هنا ملي كنشوفوا امريكا كتجي يعني هنايا كتشارك امنيا مع المملكه المغربيه، خصوصا للدفاع على هذه المنطقه هذه ومحاربه الارهاب وكذلك الميليشيات اللي جايين يرونوا تما بيد الكبرانات، بالمساهله ديال الكبرانات اللي جاو يرونوا داكشي تما. يعني هنايا اعداء الوحده الترابيه كانوا كينتظروا من امريكا بان يغيروا النظر ديالهم في الاعتراف الامريكي. يعني كانوا كيشوفوا بان لادمينستراسيون ديال جو بايدن غادي تبدل الراي ديالها، ولكن ما بدلتش. يعني هنا كيشوفوا بان دابا اكثر من عامين هما في السلطه في امريكا، ما غيروش القرار السيادي، يعني كيعتبروا بان داك القرار السيادي ديال الدوله. وهنا ما كاينش شي حزب اللي غادي يبدلوا، لا الديمقراطيين ولا الجمهوريين في امريكا. يعني الدعم الكامل اللي عند المملكه المغربيه في وحدتها الترابيه. هذا الشيء الكبرانات كيشوفوا بان امريكا كتزيرهم باش يمشيو للموائد المستديره وينفذوا القرارات ديال مجلس الامن اللي هما لصالح المغرب لحل سياسي اللي هو الحكم الذاتي اللي اقترحه المغرب في 2007. كذلك هنايا كيشوفوا بان امريكا ما بدلتش القرار ديالها، وامريكا مستمره وكتزيد تدعم المغرب عسكريا، يعني كتزيد تدعمه عسكريا وكتعطي له واحد الاسلحه اللي المغرب ما كانش كينوي ولا كيتوقع يشدها شي نهار، تكون عنده شي نهار ولا يحصل عليها شي نهار. يعني هنايا ها هو ميساج واضح لعند الكبرانات. دابا القضيه الرياضيه كنشوفوا هنايا بان تسريبات خطيره من اجتماع الكاف. الجزائر لن تنضم كان 2025 ولا 2027. يعني هنا صفعه قويه الي روتور ديال الكاف لعند الجزائر. هنا جريده ديال الكبرانات دارت في العنوان ديالها كوتونير صاعقه زعما بان المغرب حطم الحلم الجزائري في تنظيم الكان ديال 2025. هنا بدات العقوبات كتجي. هنا شنو قالوا في هذا الاجتماع؟ واكد الصحفي المغربي ان كاف غير قادره في الوقت الراهن على تحمل تبعات ازمه دبلوماسيه القت بضلالها على كره القدم، ما يؤكد لاعب المغربي فوزي القجع على ذلك الوتر في كلوسته ضد الجزائر، واقتناعها منها أنها لن تفتح مجالها الجوي أمام الطيران المغربي مستقبلا كما فعلت في الشان 2022. قررت الكاف حرمان الجزائر من تنظيم أي نسخة مقبلة سواء 2025 أو 2027 حسب المتحدث ذاته. يعني هنايا قال لهم القجع إلى الجزائر انضمت الكان في 2025 راه ما غاديش تفتح المجال الجوي ديالها كيف ما فتحاتوش في الشان اللي نظماتو، يعني غادي تحرم المغرب في المشاركه ديال الشان. والمغرب هنا عنده
كي سميتو السياده ديالو حتى في كره القدم، يعني كمشارك في الرياضه، يعني من حقه يمشي بالطائره ديالو الخاصه اللي كتكلف بنقل المنتخب الوطني الى اي دوله تنظم الكان، يعني اللي هي الارام، اللي هي الخطوط الملكيه الجويه. هنايا الكان هزت القرار وحرمت الجزائر باش تنظم الكان 2025 و 2027. يعني هنايا هادو عقوبات، هنا ما تكلموش غير على 2025، تكلموا حتى على 2027، يعني عقوبات ديال جوج فترات. هذا هو العقوبات اللي كاين في القانون ديال الكاف. يعني من شي دوله ما كتحترمش القانون الكاف كيكون العقوبات ديالها عند نسختين. يعني ها هو العقوبات طاحوا اللي كانوا كيقولوا احنا عندنا السياده وانتم ما عندكم السياده، ودابا بلع كل شيء، هما اللي بلعوا عليكم التنظيم. يعني وبلا حاجه اخرى، يعني حتى ديك اللجنه ديال المانيا اللي جات وكل شيء، يعني شافت الخنز وشافت الريحه الخانزه في الطواليت، شافت الماء ما كاينش، شافت التنظيم زيرو، شافت الملاعب زيرو، شافت ما كاين حتى زفته تما. يعني وشافوا داك التنظيم اللي درتو بداك الطوبيسات ديال المحابسيه وداك الشيء اللي درتو في الشان، يعني داك الفضيحه اللي كانت تما. وكتخلطوا السياسه بالرياضه. يعني هي العقوبات ديال الكاف هي طاحت، ها انتم ما تنظموا حتى زفته. وكذلك حتى الشان، هنا على حسب هاد التسريبات كاين حتى الشان ما تنظموش، الا كانت شي فتره اخرى ديال الشان حيت قالوا غادي يحبسوه، ولكن مازال ما كاينش تاكيد بان غادي يحيدوه كامل. ولكن الا كانت شي فتره اخرى ديال الشان، الجزائر محرومه كذلك من تنظيم الشان. يعني لا الكاف لا الشان. دابا بقاو شادين في السياده ديالكم وخلطوا الوراق ديال الرياضه مع السياسه، وبقاو كتجيبوا نيلسون مونديلا ولدو الحفيد ديالو يبقى كيهدد المغرب بالارهاب والقتال وكذا وكذا، يعني داخل الملعب. ها هي النتيجه. ومازال عقوبات اخرى اللي راهي جايه من عند ستاس اللي هو المحكمه ديال الرياضه، اللي المغرب دفع دعوه تما بداك السبان اللي داروا في افتتاح الشان اللي كان في الجزائر. يعني من قالوا المروكي حيوان، عطيو له البلان المروكي حيوان، يعني هذاك السبان اللي عند امه كامله، الامه المغربيه كامله برجالها ونسائها وحضارتها وكل شيء، كتجيو كتسبوا المغاربه بحيوان. وحنا دابا هي غادي تجي عاوتاني المحكمه ديال ستارز، غادي تجي وغادي تطحنكم مزيان ديك الساعتين باش غادي تشوفوا هاد الدوله ديال الكبرانات. هاد الكبرانات فين داين هاد الدوله هادي؟ حتى رياضيا ما عارفينش حتى كيفاش يروجوا الرياضه. وعاد قال لك اسيدي غادي ينافسوا المغرب في السياحه، وغادي ينافسوا في الرياضه، وغادي ينافسوا في التجاره ديال الجنوب. هنا اخيرا راه فيديوهات خرجوا بان الكاميونات اللي كينقلوا ديك السلعه ديالهم لعند موريتانيا كلشي غارز في الرمله، كلشي كيغوت، كلشي كيقول لك راه حنا فضيحه، ما كاين لا طريق لا والو لا اتجاه لا والو، الرمله والصحراء والشمس والعقارب والحنوشه. يعني حتى داك السائقين الشاحنات راهم خرجوا فيديوهات في التواصل الاجتماعي هاد الايام بان راهم واحدين تما وفي رمضان والكارثه الكحله. يعني كيفاش نتوما باغيين تنافسوا المغرب يلا اعلن هذه يومين بان صافي غادي نطلقوا داك الخط ديال الكهرباء من الصحراء المغربيه الى بريطانيا. خرج وزير الطاقه الجزائري عرقاب قال لك حتى هما غادي ينافسوا المغرب، وراهم داروا الاجهزه ديال الطاقه باش كذلك يصدروا الطاقه لعند اوروبا. زعما الا بغات شي دوله تجي دير شي كابل غادي يبقاو يحرقوا الغاز تما ويصنعوا الكهرباء بالغاز ويصيفطوها لعند اوروبا. ولكن الحاجه اللي ما فهموهاش بان اوروبا يعني محاربه التلوث واحتفاظ على البيئه عندهم واحد الكوطه اللي كيخص تكون عندهم الطاقه النظيفه، ليس الطاقه بالغاز. ماشي انت شي حرق ليا الغاز تما وصيفط الطاقه لعند اوروبا، ماشي هادشي اللي بغاو. مبغاوش الكهرباء ديال الغاز، بغاو الكهرباء ديال الطاقه المتجدده، يعني الطاقه ديال كيسميتو الطاقه الشمسيه ديال كيسميتو ديال الرفرفات ديال الريح. هذا هادشي اللي بغاوه باش هما كينقصوا داك لومبرانت كربون
ديال التلوث اللي عندهم. يعني كتكون واحد الشركات خدامين بالطاقه المتجدده النظيفه، يعني ها هما ما فاهمينش القضيه، باغيين ينافسوا المغرب وما فاهمينش كيفاش ينافسوا المغرب في هذا المجال هذا. شكرا لكم اخوتي على المتابعه ديالكم، نتمنى الحلقه تكون عجبتكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والله يحفظكم.